تفتكر ليه دولة زي مصر اللي كانت خلاص على بعد خطوة من استلام مقاتلات السخوي 35 الروسية فجأة وقفت الصفقة؟ هل كان في خوف من العقوبات ولا في أسرار تانية ورا الكواليس؟ وكمان إزاي الجزائر دخلت في الصورة بسرعة وقررت تشتري اللي مصر انسحبت منه؟ وهل الموضوع مجرد بيع وشراء طيارات ولا في تحالفات أكبر بتحصل في الخفاء؟ كل دي أسئلة هنجاوب عليها مع بعض النهاردة. ركز معانا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تمين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعامل مع ناس كبار. حلم مصر اتولد واتكسر. قبل ما نبدأ الكلام تعرف إن مصر اشترت 5.8% من حجم صفقات السلاح اللي حصلت في العالم كله؟ أيوة، خلال 7 سنين بس عملت صفقات بحوالي 50 مليار دولار من 2014 ل 2022. الكلام ده لحد 2022، أنت متخيل الرقم؟ وده خلاها في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث صفقات التسليح. في سنة 2018 مصر وقعت عقد مع روسيا لشراء 24 مقاتلة من طراز سخوي 35. الصفقة دي كانت بحوالي 2 مليار دولار. مصر كانت عايزة تعزز السلاح الجوي بتاعها قدام أي تهديد، خصوصاً مع إسرائيل اللي عندها طائرات F-35، ودي طائرات شبحية خطيرة جداً وتعتبر الأقوى في العالم. كمان مصر كانت بتسعى علشان تحافظ على ميزان القوة في المنطقة، خصوصاً مع التوترات في البحر المتوسط وتركيزها الكبير على تأمين قناة السويس. لكن اللي حصل بعد كده كان غريب. أمريكا دخلت بكل تقلها وفعلت قانون كاتسا. لو مش عارف القانون ده تعالى أقولهولك على السريع كده. قانون كاتسا هو قانون بيعاقب أي دولة بتشتري سلاح من روسيا، بس كده ببساطة. هو كمان معروف بقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات. القانون ده توافق عليه في 2017 كجزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة نفوذ روسيا وإيران وكوريا الشمالية. كاتسا معناه قانون مواجهة أعداء أمريكا بالعقوبات، وبيدي الإدارة الأمريكية الحق في فرض عقوبات اقتصادية قاسية على أي دولة أو كيان يتعامل مع قطاعات الدفاع أو الاستخبارات الروسية. وده معناه إنه مش مجرد تهديد، لكنه سلاح اقتصادي وسياسي فعال بيخلي الدول تفكر 1000 مرة قبل ما تتعامل عسكرياً مع روسيا. الضغوط دي كانت سياسية أو اقتصادية وحتى استخباراتية. في تقارير اتكلمت عن تحذيرات مباشرة اتبعتت للقاهرة من واشنطن بتقول لهم فيها السخوي 35 هتكون عبء عليكم أكتر ما هتكون قوة ليكم. ومع تصاعد التوترات بين أمريكا وروسيا وقتها كان واضح إن أي تحرك نحو السلاح الروسي هيتقابل بعقوبات ممكن تأثر على استثمارات مصر الاقتصادية الضخمة، خصوصاً في مشاريع قناة السويس الجديدة ومناطق التجارة الحرة. طيب ليه مصر خافت؟ مصر مش أول مرة تتعامل مع روسيا في صفقات عسكرية، لكنها المرة دي كانت شايفة قدامها عدو متطور جداً، إسرائيل. الجيش المصري كان محتاج طيارة برادار نشط AESA، مش الرادار السلبي BESA اللي بيتم التشويش عليه بسهولة. فوق ده كله السخوي 35 اللي وصلت كانت بتحمل نفس الرادار القديم، الرادار ايربس E اللي ما بيقدرش يكشف الطائرات الشبحية زي F-35. الاختبار اللي حسم كل حاجة. الجيش المصري قرر يقطع الشك باليقين. جاب السخوي 35 اللي وصلت بشكل تجريبي وواجهتها بالرافال الفرنسية اللي مصر بتملكها. المفاجأة كانت صادمة. الرافال قدرت تشوش على رادار السخوي من مسافة أكتر من 100 كيلومتر. نظام الحرب الإلكترونية السبيكترا اشتغل بقوة غير عادية وعطل الرادار الروسي أكتر من مرة. السيناريو ده اتكرر أكتر من 4 مرات في اختبارات مختلفة، وكانت النتيجة دايماً واحدة: السخوي 35 بتفشل قدام الرافال. السر اللي محدش بيقوله:
في تفاصيل مش كتير يعرفها. المخابرات المصرية تسرب لها تقارير بتقول إن روسيا عندها مشاكل في تصنيع الرادارات النشطة بسبب نقص بعض المواد والمعادن الخاصة. عشان كده مفيش ولا نسخة من السخوي 35 كانت جاهزة بالرادار النشط، وده كان خطر كبير لمصر. الجزائر تدخل على الخط. الجزائر اللي كانت بتتابع المشهد في صمت دخلت بسرعة واستحوذت على الصفقة اللي مصر تراجعت عنها. الجزائر مش بس استلمت الطيارات، لكنها كمان طلبت تدريب الطيارين في روسيا وضمنت دعم فني وصيانة لمدة 15 سنة. الجزائر تحركت بذكاء واستراتيجية، ودي مش أول مرة الجزائر تستغل فرصة زي دي. تاريخياً الجزائر بتحافظ على علاقتها القوية مع موسكو من أيام الاتحاد السوفيتي، وعندها رؤية واضحة إنها دايماً تحافظ على توازن استراتيجي في المنطقة قدام المغرب وتونس وليبيا. التحركات الجزائرية الأخيرة ما كانتش عشوائية، بل تمت بدعم سياسي كبير واتفاقيات تعاون تشمل تبادل خبرات عسكرية. طيب، إيه مواصفات السخوي 35 اللي الجزائر استلمتها؟ الطيارة دي متصممة علشان تكون مرعبة في القتال الجوي، وعندها قدرة كبيرة على المناورة. بتستخدم محركات AL-41F1S اللي بتديها قدرة دفع هائلة، وكمان فيها نظام تحكم رقمي حديث. الرادار ايربيس E قادر يشتغل في ظروف صعبة ويكتشف أهداف من مسافات توصل ل 350 كيلومتر ضد طائرات غير شبحية، و150 كيلومتر ضد الطائرات الشبحية. فيها أنظمة تسليح متنوعة بتشمل صواريخ جو بعيدة المدى زي R-77 و R-73، وصواريخ جو أرضي زي KH-31. ونظام التشويش الإلكتروني الداخلي فيها بيساعدها تتفادى التهديدات. الطيارة دي كمان بتقدر تحمل خزان وقود إضافي، ومدى بقائها في الجو بيخليها قادرة على تأمين المجال الجوي لمسافات طويلة. الجزائر طلبت تعديلات خاصة عليها، من ضمنها تزويدها بحاضن استهداف متطور ونظام اتصالات محمي بالشفرة. السخوي 35 بتطير بسرعة 2.4 مخ، يعني أكتر من ضعف سرعة الصوت، ومدى طيرانها 3600 كيلومتر، وبتشيل حمولة قتالية 8 طن. الرادار بتاعها الايربيس E بيقدر يتتبع 30 هدف في نفس الوقت ويستهدف 8 منهم. التوازن العسكري في شمال أفريقيا بيتغير. المنطقة بقت مسرح مفتوح لسباق تسلح غير مسبوق. المغرب رفع إنفاقه العسكري بنسبة 12% مقارنة بالسنة اللي فاتت، وبيستثمر بكثافة في الدفاع السيبراني والطائرات بدون طيار. الجزائر من ناحيتها بتجهز لتوسيع أسطولها البحري بجانب الجو من خلال شراء غواصات هجومية جديدة من روسيا. من ناحية تانية، الجزائر رفعت ميزانية التدريب الجوي بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، مع التخطيط لزيادة عدد الطلعات التدريبية السنوية لأكثر من 600 طلعة بحلول 2025. ومصر اللي بتعتبر أكبر جيش في إفريقيا بتوسع علاقاتها مع إيطاليا وألمانيا للحصول على تقنيات متقدمة في أنظمة الرادار والمراقبة الفضائية. التحركات دي كلها بتأكد إن التوازن العسكري في شمال أفريقيا مش ثابت، وكل دولة بتحاول تكسب ميزة تنافسية عسكرية واقتصادية في نفس الوقت. المغرب بقى عنده F-16 فايبر وعمال يطور قدراته الجوية. في تقارير بتقول إن المغرب كمان بيحاول يدخل في مفاوضات لشراء طائرات F-35 بمساعدة الإمارات. وكمان المغرب بدأ بالفعل في مفاوضات مع شركات أمريكية لتطوير قدرات الحرب الإلكترونية، بجانب العمل على توسيع أسطول الطائرات بدون طيار القتالية. التقارير الأخيرة من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام بتقول إن منطقة شمال أفريقيا أصبحت واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في التسليح، بنسبة نمو سنوي وصلت ل 15% خلال آخر 3 سنوات. طيب، مصر راحت فين؟ مصر ركزت أكتر على الرافال الفرنسية اللي فيها منظومة الحرب الإلكترونية سبيكترا، واللي بتخليها واحدة من أخطر الطائرات في العالم، وقدرت تشوش على السخوي 35 نفسها. مصر كمان شغالة على تقوية دفاعاتها الجوية زي امتلاك S-300 VM. كنا عملنا فيديو كامل عن الدفاع الجوي، ادخل شوفه بعد ما تخلص الفيديو ده، هسيب لك الفيديو في صندوق الوصف وأول تعليق. مصر بجانب اهتمامها بالقوة الجوية بتضخ استثمارات في مشروعات عسكرية مشتركة مع دول كبرى، زي مشروع تصنيع الطائرات بدون طيار مع الصين، وتجهيز مراكز صيانة للأسلحة الروسية على الأراضي المصرية. الجزائر خطة كبيرة جدا. الجزائر مش بس عايزة تتوازن مع المغرب، لكن كمان عايزة تبقى حليف استراتيجي لروسيا في البحر المتوسط. بعد مشاكل روسيا في قاعدة حميمة في سوريا، الجزائر بقت المرشح المثالي لاحتضان التواجد العسكري الروسي. إيه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ المغرب ممكن يزود تسليحه بطائرات شبحية، وده هيفتح سباق تسليح جديد في المنطقة. مصر هتستمر في الاعتماد على فرنسا،
وده هيقوي علاقاتها بباريس أكتر. الجزائر هتفضل تكمل في شراكاتها العسكرية مع روسيا، ويمكن نشوف قاعدة روسية على الأراضي الجزائرية في المستقبل. أرقام بتتكلم. الجزائر بتخصص حوالي 6.7% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، بزيادة 13% عن العام الفائت. عدد مقاتلات السخوي 30 في الجزائر أكتر من 70 طيارة، وعدد مقاتلات السخوي 35 اللي استلمتها الجزائر 14 طيارة حتى الآن. تكلفة الصفقة بين الجزائر وروسيا 2 مليار دولار. السيناريو الأخطر. طبقاً لتقارير مراكز الدراسات الاستراتيجية، في توقعات بأن المغرب قد يحصل على ما بين 12 ل 20 طيارة من طائرات F-35 خلال ال5 سنين الجاية. لو المغرب فعلاً حصل على F-35 والمنطقة دخلت في سباق تسليح جديد، مين هيكون اللاعب الأكبر بين الجزائر والمغرب في المستقبل القريب؟ النهاية المفتوحة. القصة دي لسه ما حصلتش. السما فوقنا مليانة طيارات، والمخابرات شغالة ليل نهار، وكل دولة بتحاول تحمي سمائها وتفرض قوتها. والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي، هل إحنا في بداية سباق تسليح خطير في شمال أفريقيا، ولا كله مجرد استعراض عضلات؟ احفظ الكلام ده كويس، الأيام الجاية هتجاوب. لو عجبتك القصة دي استنى مني الجاي، لأن في ملفات أكبر وأسرار أخطر هفتحها معاك قريب. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا